في وهم جميل انك تلاقي حد ينقذك من الوحدة، تقرب وتدي حبك وتتعلق قوي بيه لحد ما تحس انه بقى امانك. بس خليني اسألك، هو امانك ده جاي من الشخص اللي قدامك اللي انت اتعلقت بيه، ولا من خوفك انك تبقى لوحدك؟ السؤال ده مهم لان الفرق ما بينهم هو اللي هيحدد هتتوجع قد ايه. لما تحب حد وتتخيله مش هيمشي ابدا، انت مش بتحبه بس انت بتسلمه مفاتيحك، وساعتها اي تصرف صغير بيبقى جرح كبير، مش لانك قاسي لكن لانك كنت متوقع منه يحميك من كل حاجة. والمشكلة مش هنا، المشكلة انك نسيت تحمي نفسك، فبقيت تطلب من حد يعالج خوف مش بتاعه، يعالج قلقك من فقدانه، وساعتها العلاقة بتتحول من حب لضغط، من امان لخوف، ومن قرب ما بينكم لتعلق بيخنقكم انتوا الاتنين. طيب والحل مش انك تقفل قلبك ولا تعيش لوحدك، الحل انك ما تطلبش امانك كله من حد، تبني جزء جواك ما يتهزش بسهولة، وتحب بس بعين شايفة مش بعين خايفة. المرة الجاية اسأل نفسك، انا بحب الشخص ده ولا بحاول اهرب بيه من احساس جواي؟ الاجابة دي اكتر حاجة هتحميك من اي علاقة هتاخدها في حياتك.